عيد القديس العظيم فيلوباتير مرقليوس. القديس فيلوباتير له 3 أعياد، بنعيد له في 25 هطور استشهاده، و9 بقونا لما جه جسده في مصر، و25 أبيب تكريس أو الكنيسة باسمه. هنحكي قصة القديس العظيم فيلوباتير بمختصر شديد جدا، علشان هنحكي كام معجزة له. في القرن الأول والتاني، القرن الميلادي الأول والتاني، ما كانش فيه عائلات مسيحية كتير. كان القديس والده وجده بيصطادوا وحوش في البرية، فطلع عليهم في مرة أسدين كبار، فوالده أغمى عليه وشاف نور قوي جدا وقال له: أنا الرب إلهك الذي يحبك، اللي جه واتجسد ومات من أجلك. وقال له: اترك عبادة الأوثان. وقال له كمان إن أنت هتجيب طفل وهيكون ثمرة عظيمة واسمه هيذاع في العالم كله. فلما فاق وقام ولقى ربنا خلصه من الوحوش دي، روح وقال لزوجته وقال لها اللي حصل له. قالت له: أنا ظهر ليا برضو ملاك وقال لي إنك هتجيبي طفل وهيتألم واسمه هيذاع في العالم كله. وفي سنة 225 ميلادية رزقوا فعلا بفلوباتير مرقليوس، وبعدين نسوا إن ربنا دعاهم وقال لهم إن هم يتركوا عبادة الأوثان، لغاية لما جات عليه ضيقات كتيرة، فظهر له الملاك ميخائيل مرة تانية، لأنه جه وكلم زوجته قبلها. فقال له: ربنا بيقول لك روح اتعمد انت وزوجتك والطفل. وفعلا راحوا للأسقف فعمدهم، وسمى الأب نوح والأم سفينة والابن مرقليوس. وبسرعة شاع خبر إن هم بقوا مسيحيين، فالأمير كان وثني فجابهم ورماهم للأسود. الأب رشم الصليب على الأسد، الأسود ما جاتش عندهم. ولما الأمير شاف ده شعر إن هم ليهم هيبة، فرجعهم وخلى الأب اللي هو أبو القديس رئيس جنود ويقود الجيش. كان البربر وقتها بيهاجم المنطقة دي، فلما غاب القديس أبو فلوباتير راح يحارب البربر، ظنوا إنه هو مات. فالأمير كان عايز ياخد أم القديس فلوباتير زوجة له، فأحد الخدم بلغ الزوجة، فأخدت فلوباتير وهربت بعيد. وبترتيب إلهي رجع الأب مرة تانية وتقابل على فلوباتير. ولما كبر فلوباتير بقى واحد وأحد قواد الجيش. ولما جه البربر مرة تانية راح القديس فلوباتير علشان يهاجم البربر. خرج فلوباتير عشان يهاجمهم، وهو نايم ظهر له الملاك وقال له: خد السيف ده من ايدي وانت هتهزم البربر. وفعلا اخد من ايده السيف التاني، لانه كان معاه سيف، علشان كده اتسمى باسم ابي السيفين. غلب فعلا القديس فلوباتير وانتصر وقتها. وكان في الوالي داكيوس ده كان قاسي جدا، فرض عقوبات كتير على المسيحيين وعذبهم. عمل حفلة كبيرة داكيوس عشان يحتفلوا بالنصر ويقدموا ذبائح للأوثان قرابين. وقتها عرف الوالي بأن القديس الجندي الشجاع ده مسيحي، فضغط عليه إن هو يسجد ويبخر. رفض جدا، وعده بالمال والمركز، فضغط عليه. لكن القديس رفض بشدة وشجاعة، وكان لا يهاب أي عذاب، كان إيمانه قوي جدا بالرب يسوع. كان الملاك ميخائيل بيجي ويعزيه مع كل عذاب كان بيقدم له الشهيد، وده عذابات مرة جدا القديس الشهيد العظيم البطل فلوباتير. بعد سلسلة كبيرة جدا من العذابات، وكان كل مرة يجي الملاك ميخائيل ويشفيه، ظهر له الرب يسوع المسيح وقال له ان انت هتستريح من الألمات دي كلها. وده كان في سنة 250 ميلادية.
أخذ إكليل الشهادة القديس العظيم فيلوباتير بقطع رأسه. معروف إن القديس فيلوباتير مرقوريوس شفيع قديسين كتير جدا، عمل معجزات معاهم كتير. كان من ضمنهم القديس باسيليوس الكبير، كان بيتشفع بيه. في القرن الرابع وهو في السجن، كان يوليانوس ده حبس القديس باسيليوس وقال له لما أروح أحارب البربر وأنا راجع هقتلك. ففي السجن القديس باسيليوس الكبير ده طلع الأيقونة لأبي سيفين اللي كانت في جيبه، وبص عليها لقى القديس اختفى من الصورة اللي كانت في ايده. وبعد دقايق رجع فيلوباتير للصورة تاني، بس كان السيف بينقط دم. ويقال في الوقت ده ان هم عرفوا ان يوليانوس ده اتقتل في الحرب. شفاعة عظيمة جدا وقوية وجبارة ملهاش مثيل، اللي بيطلبه عمره ما يتعب ابدا. قوي وشفاعته جميلة جدا. وأجمل حاجة في الدنيا دي إننا لينا سحابة من الشهود هذه مقدارها، قديسين محاطين بينا وبيحرسونا وبيباركونا وبيسندونا من غير حتى ما نطلب منهم ده. كان في معجزة جميلة جدا لست بسيطة قوي، وكانت عايشة لوحدها وابنها كان مسافر. فابنها اتصل عليها وقال لها إن انت لازم تروحي السفارة علشان تجيبي لي شهادة علشان أنا محتاجها في السفر. الست دي كانت من اسكندرية، فلما جات مصر هي ما تعرفش أي حاجة ومش عارفة أي مكان ومش عارفة تركب ومش عارفة الطريق بمعنى أصح. فابتدت الست دي راحت للسفارة وقالت لهم أنا محتاجة الشهادة دي لابني. فقالوا لها تعالي بعد الظهر، لأن احنا ده كان آخر يوم وانتي جاية متأخرة. وفعلا لما قالوا لها تعالي الظهر استلم الشهادة، راحت لأبي سيفين وزارته وقالت له ان هي محتاجة ان هي تاخد الشهادة دي لابنها. اخذ الكتاب للقديس فيلوباتير مرقوريوس، وبعد كده اخذ التاكسي عشان تروح تجيب الشهادة لابنها. السواق التاكسي استغل فرصة ان الست دي مش عارفة اي حاجة، فابتدى ان هو يطول في السكة عشان تدفع اكتر. الست طبعا متضايقة عشان الميعاد في السفارة وعايزة تاخد الشهادة لابنها. فوجئت بضابط كان سنه في 20 من عمره، وهو كان القديس فيلوباتير شفيعها. فتح باب التاكس وقعد جنب السواق، وأول لما قعد بص عليها ورا وقال لها انتي رايحة فين؟ قالت له أنا عايزة أروح السفارة. قال لها أبو سيفين قال أبو سيفين للسواق انت ماشي غلط، امشي من هنا في السكة دي. وفي السكة جات إشارة وقفتهم، وقعدت تعيط وقال لها أبو سيفين انتي بتعيطي ليه؟ قالت له في ميعاد في السفارة والسفارة هتقفل. قال لها الشهيد لو السفارة قفلت هفتحها ليكي. ما هنش عليه يشوف دموعها، ولما فتحت فعلا الإشارة دي وصلت أخدت الشهادة. وقال لها الشهيد رايحة فين؟ قالت له أنا هروح بقى. قال لها أوصلك للسوبر جيت عشان هي مش عارفة حاجة. ولما وصلها الشهيد العظيم عند السوبر جيت اختفى، وفتحت الشنطة لقت نفس صورة الضابط الجميل ده على الكتاب بتاعها، فشكرته ومجدت ربنا. معجزة تانية لواحد كان بيحب ربنا قوي وكان غني وكان سخي في العطاء. الراجل ده كان عنده محلات، فابتدى ان هو يبيع عشان يوسع اكتر، وهو كان من ابي قرقاس. فلما باع بعض من المحلات حط الفلوس دي في شنطة، وكان الشنطة شكلها مغري وكبيرة جدا. فهو ماشي عدى على كنيسة أبو سيفين، خد بركته مصر القديمة، وابتدى ان هو يقول لأبو سيفين ان هو يحرسه ويكون معاه في الطريق.
فوقف تاكس علشان يوصله. وهو في طريقه لأبو قرقاص عدى على ناس حبايبه، فنزل من التاكس علشان يسلم عليهم ودخل البيت. فسواق التاكس شاف طبعا الشنطة اللي معاه، وكانت نيته شريرة. ففي الوقت ده السواق التاكس ده تقابل على واحد صاحبه، وقال له أنا معايا واحد معاه فلوس كتيرة وعايزين نخلص عليه. انت تسبقني لقدام وتعمل نفسك ان انت عايز تركب معايا وانا مش هركبك، وبعدين هستأذن من الراجل ده وتركب تركب معايا، وقدام شوية نخلص عليه وناخد الفلوس. لما جه الراجل ده من عند الناس قرايبه، ركب التاكس، وقدام شوية عملوا التمثيلية دي، وركبوا اللي هما الاتنين اللي عايزين يخلصوا على الراجل الغني ده. بعد شوية مشوا، وابتدى ان هو قالوا له انزل علشان ياخدوا الفلوس اللي معاه ويموتوه. حس بالخطر ونادى على ابو سيفين وقال له يا رب، وفضل ينادى على ابو سيفين ويقول له يا ابو سيفين يا رب، يا ابو سيفين يا رب. وبعدين التلات رجالة دول لما هجموا عليه بصوا لقوا ضابط شال الراجل ده بالشنطة وعداه البر التاني. اتسمروا مكانهم واستغربوا لانه بصوا لقى الراجل ده شاله كده وطار بيه وعداه الجنب التاني. العربية مشت، وبعد كده ابو سيفين قال له ما تخافش انا معاك، انا مش هسيبك، اطمن. الراجل الغني ده بقى يقول مش عارف يقول ان ده ابو سيفين ولا ايه، هو ده مين؟ فلما رجعوا للطريق تاني وركبوا ووصلوا، شاور على عربية تانية. فالراجل السواق لما شاف الضابط وشاف هيبته استغرب وقال له وصلوا لغاية البيت. فالسواق ده قال له حاضر حاضر. أول لما ركب العربية الضابط ده اختفى. فالسواق قال له ايه اللي بيحصل ده؟ مين الضابط ده؟ قال له اطلع بس. فقال له هو مين؟ قال له ده ابو سفين. فالسواق قال له طب انت ما قلتليش ليه عشان اخد بركته. وابتدى ان هما يتكلموا في الطريق على القديس العظيم فيلوباتير ابو سفين، وشكروا ربنا. معجزة تانية بتحكي طماف إيريني، وبتقول كان في رهبة كبيرة اسمها أمنا إيريني الكبيرة، وبتقول إن هي ما شافتهاش بس حكولها عنها، وإن هي كانت طيبة جدا وروحانية وتقية. وكان زمان في العيد بتاع أوسفين ما كانش فيه زوار كتير زي ما موجود دلوقتي في الأديرة، كان بتاع حوالي 100 نفس كده. وكانوا بيعملوا تمجيد لأبو سفين في الوقت ده، وكان بيزينوا المكان. فكانت الأم دي كانت بتعمل حاجات عكس المفروض تتعمل. كانت هي المسؤولة عن نظافة المقصورة والمكان بتاع أبو سفين، بس كانت بتيجي في عيد أبو سفين تشيل الحاجات الجديدة وتحط الحاجات القديمة. يعني تشيل السجاد الجديد وتحط مكانه سجادة قديمة، تشيل الكراسي الجديدة وتحط مكانها كراسي قديمة. بتعمل العكس تماما. فبعد كده وهي بعد ما عملت كل ده، لما ابتدت ان هي اخر حاجة تعملها تغسل القنديل وتنوره لابو سفين. وهي بتعمل كده بصت لقت الطرحة ولعت مرة واحدة، القنديل وقع عليها واتطفت برضو بسرعة. أمنا الرئيسة كانت بتحب أبو سفين جدا وبتشوفه باستمرار، فصعب عليها وقالت له كده أمنا الرهبة وهي بتنور لك قنديلك تخضها وتحرق طرحتها. فظهر لها وقال لها بتقولي ايه؟ قالت له ايوه. فقال لها انا ولعت النار وطفتها في ساعتها وانا ما اذيتهاش في حاجة. فقالت له طيب ازاي يوم عيدك تعمل كده؟ فقال لها انا اللي صعبان عليا
ازاي يوم عيدي بدل ما تحط حاجة نظيفة وكراسي حلوة وتزين المقصورة، تحوش وتحط الحاجات القديمة؟ ايه الفايدة في اللي هي بتعمله ده وتنور لي القنديل؟ ايه هي الفايدة؟ انا اللي صعبان عليا منها. راحت امنا الرئيسة دي جابتها وقالت لها وحكت لها وقالت لها يا امنا ريني على اللي حصل. انتي بتعملي العكس في يوم عيد وهو اللي كان صعبان عليه منك. ومن الوقت ده الأم ريني دي كانت بتزين المكان وتهتم بزينة المقصورة بتاع القديس فيلوباتير. معجزة تانية كانت في واحدة بتحكي لطماف ريني وبتقول لها أنا جوزي غني ومعايا 3 عيال، بس جوزي عامل البيت أوتيل. فقالت لها طماف يعني ايه أوتيل؟ فقالت لها يعني يجي ياكل ويتغدى وينام وبعدين يطلع يسهر برا لغاية الفجر، ولما أكلمه وأقول له الأولاد وتربيتهم والحاجات دي يضربني كل مرة يكسر فيا حاجة. فقالت لها طماف ريني بصي احنا هنصوم وانتي صومي معانا ونطلب من العذراء والقديسين وشفاعة القديس أبو سفين. فقالت لها حاضر. الست دي قالت لطماف انتي عارفة يا طماف لو هو عارف ان انا جيتلك هنا في كرير هيضربني وهيديني العلقة المحترمة. فلما الست دي ما جاتش عرفت طماف ريني ان هو ضربها تاني يوم وتالت يوم لغاية لما رابع يوم لقت طماف ريني الست دي ماشية في الطابور، لان هما كانوا بيعملوا نظام طابور عشان ياخدوا بركة من طماف ريني. فلقت الست دي ماشية في الطابور وكان في واحد معاها. فطماف ريني قالت اكيد ده جوزها. فقال لها انا عايزك. فقالت له فقال لها انا عملت حاجات كتيرة وسويت وعملت خطايا كتيرة. فقالت له كفاية. طماف ريني قالت له كفاية مش عايزة اسمع. فقال لها لا اسمعيني للاخر. المهم طماف تحكي ان هو حتى في حاجات صعبة جدا كان هو بيعملها. فقالت له كفاية انا مش عايزة اسمع. قال لها اسمعيني الاخر. وبيقول لها لما جيت من الشغل وسألت عليها وقلت الولاد امكم غارت فين؟ فقالوا له راحت عند ابو سفين. بيقول لطماف انا شتمت على ابو سفين وعلى عليكي وعلى طماف ريني كلام مش كويس. فطماف بتقول له طيب ريني ماشي اشتم عليها براحتك لكن ابو سفين ليه؟ يرد عليها ويقول لها اسكتي ما تقاطعنيش لحد ما اخلص. دي كانت طريقته في الكلام. قالت له احكي. بيقول الراجل ده لطماف ريني ان هو ضرب زوجته. ضربتها اول لما جيت واتغديت ونمت ورحت بعدين سهرت، ولما سهرت بحب اشرب بيشرب خمرة وكده شربت كتير جدا. بيقولوا بعدها جيت نمت وبعدين لقيت دربكة جامدة في اوضتي ومش عارف افوق لغاية يعني مش عارف يبص ويشوف الدربكة دي جيت منين. فبيقول عايز افوق لغاية لما فقت ولقيت ابو سفين وبيقول كلمني بحنية. الحوار اللي بيحكيه لطماف كان مختصر جدا لان هو قاعد معاه ساعة بيتكلم معاه. بيقول كلمني بحنية ولمسني. فساله فيلوباتير بيقول له انت جدودك راحوا فين؟ قال له ماتوا من زمان. فقال له فيلوباتير طيب راحوا فين؟ قال له معرفش. فقال له ابوك وامك؟ قال له دول ماتوا صغيرين. قال له ليك اصدقاء ماتوا؟ قال له 3 شباب وماتوا هم شباب. قال له طيب راحوا فين؟ قال له معرفش. قال له وانت هتموت ولا مش هتموت؟ قال له هموت. فقال له ابو سفين قال له هتروح فين؟ قال له معرفش. قال له ابو سفين طيب بص
قال له أبو سفين اللي انت فيه ده مش هيوصلك الفردوس. وحكى القديس فيلوباتير عن على الفردوس وجماله والمجد، وحكى له على الجحيم، وقال له ان الجحيم ده يعني احسن حال فيه في الجحيم. قال له ان في عتمة كحل، وقال له في ناس حاسين دايما بتأنيب الضمير وبتنهد وبيبكوا، وده احسن حال في الجحيم. قال له قديس فيلوباتير، قال له انت عارف انا استشهدت وانا سني كام؟ فقال له معرفش. قال له القديس فيلوباتير انا استشهدت وانا عندي 25 سنة. وابتدى يحكي له، يقول له ان هو استشهد ازاي، وقال له ازاي ان انا لما كنت بقعد على الارض وبتكلم مع ربنا كنت بتملي من فرح وسلام عجيب. وابتدى ان هو يسأل ربنا القعدة مع ربنا في الارض كده امال الملكوت والفردوس شكله ايه. فحكاله عن قصته وتعذيبه واللي حصل معاه. فالشخص ده قال له طيب انا ينفع اتوب ربنا هيقبلني؟ يعني لو تبت ربنا هيقبلني؟ قال له طبعا. فقال له ازاي؟ قال له هتروح لطماف إريني وتحكي لها وهي هتقولك هتوب ازاي. وفعلا وهو بيحكي طماف اتواصلت مع أب كاهن علشان ياخد الشخص ده ويوصله لربنا. ابتدى يقول لها الراجل ده أنا أبونا اللي انت بتكلميه ده أنا شتمته، أنا مفيش ولا أسقف ولا كاهن إلا ما بهدلتهم وشتمتهم كلهم. قالت له انت خلاص تبت وخلاص هم عرفوا ان انت أبو سفين جالك وان انت تبت، نبدأ صفحة جديدة. وفعلا طماف إريني بتحكي ان الراجل ده من طريقته وتوبته ان هي كانت بتتعلم منه كتير. لما بنطلع لحياة القديسين بنلاقي ربنا بيكشف لينا عن محبته الفائقة لينا. بركة القديس العظيم فيلوباتير مرقوريوس تكون معنا، امين.